السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو إياد تي في للمنوعات والمعلومات. هل تعلم أن الفرق بين الأذكياء والأغبياء هو أن الأذكياء لديهم الكثير ما يقولونه لكنهم يظلون صامتين، أما الأغبياء ليس لديهم ما يقولونه لكنهم لا يسكتون. لهذا السبب الشخص الذكي تظهر عليه ملامح الحكمة والرزانة والوقار أغلب الوقت، بينما الغبي تظهر عليه السطحية والثرثرة بلا معنى. هل تعلم أن هناك عينة من البشر ما تزال عالقة ذهنيا في عام 2019 ولم تستوعب بعد كيف مرت 4 سنوات وأصبحنا في عام 2023؟ هذه الظاهرة النفسية تعرف باسم ديسكرونومتريا، لوحظت في دراسة بجامعة ليفربول جون مورز ببريطانيا ودراسة أخرى بفرنسا، وتحدث عادة بعد انتشار الأوبئة وحالة الطوارئ. هل تعلم أن الخروج في نزهة بسيطة غير متوقعة مع الأصدقاء بها حديث عفوي وضحك من القلب تكون أفضل وأنفع للنفس من النزهات الفاخرة المرتب لها من قبل؟ إذ يؤكد الخبراء أن النزهات العفوية مع الأصدقاء التي لا يغلب عليها التصنع لها مفعول كبير في اكتساب الثقة وتعزيز الصحة عقليا ونفسيا وبدنيا. هل تعلم أن دفع فاتورة الطعام أو الشراب في المقهى عن صديقك هي أحد الأسباب التي قد تجعلك سعيدا ومبتسما في حياتك اليومية، حسب دراسة أعدها باحثون من جامعة في يينا بالنمسا؟ إذ طبقا للدراسة كلما كان الشخص أكثر عطاء وكرما أمام أصدقائه زادت سعادته ورضاه في الحياة. هل تعلم أن بعض البشر عند ذهابهم للنوم مباشرة يقومون بحساب عدد الساعات التي يمكنهم النوم فيها قبل أن يتحتم عليهم الاستيقاظ مجددا؟ هؤلاء يرجح أنهم يميلون للتدقيق قبل الإقدام على الأعمال المختلفة وموضوعيون، كما يسعون للكسب السريع مستقبلا، وهم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالوسواس القهري. هل تعلم أن أكثر القرارات الخاطئة في حياة الإنسان يتخذها وهو في حالة حزن وغضب، بينما أكثر الوعود ندما هي تلك التي يمنحها للناس وهو في حالة فرح؟ لذلك في كلتا الحالتين، سواء الغضب الشديد أو الفرح العارم، يحث خبراء النفس على ضرورة التريث وضبط النفس وعدم اتخاذ أي قرارات إلى حين زوال تلك المشاعر. هل تعلم أن إزعاج الشخص النائم أو سحب اللحاف عليه بشكل مفاجئ قد يتسبب له باضطرابات عقلية خطيرة ممكن أن تقوده إلى صدمة نفسية أو فقدان الوعي؟ فالتحول من حالة اللاوعي أثناء النوم إلى الوعي واليقظة عن طريق الصدمة هي من أكثر العوامل التي تؤثر سلبا على الدماغ، ويحذر منها الأطباء. هل تعلم أن حوالي 7% من الناس يستمتعون بمشاهدة الأفلام القديمة التي سبق أن شاهدوها، ويحبون الألحان القديمة التي سبق أن سمعوها، ليس بسبب جودة تلك الأفلام أو الألحان، ولكن بسبب الذكريات والمشاعر الجيدة التي ربطها الدماغ مع تلك المواد، فيصبح استهلاكها مجددا أفضل من المواد الجديدة. هل تعلم أن تناول الطعام مع الأصدقاء في جو من الضحك والمتعة يمنع الاكتئاب، كما يجعل الطعام أجمل وأكثر إفادة للذات مقارنة بأكلك لنفس الطعام وحيدا، بحسب دراسة علمية أعدت في بريطانيا؟ فضلا عن ذلك، تكرار هذه الوجبات مع الأصدقاء تزيد من معارفك وثقافتك وتبعد عنك الخرف والزهايمر. هل تعلم أن حوالي 2 من البشر لديهم طفرة جينية على مستوى الجين ABCC11 يجعلهم لا يصدرون أي روائح كريهة أثناء التعرق ولا يحتاجون لاستخدام مزيلات العرق بشكل بيولوجي؟ الطفرة تمنع إنتاج مواد كيميائية معينة وتترك الجسم جافا بشكل مثالي، فلا يصدر الجسم أي روائح سيئة أثناء النشاط البدني. وبذلك قد نكون وصلنا لنهاية الفيديو. فضلا وليس أمرا، إذا أعجبكم الفيديو
اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لحسن المتابعة. دمتم في أمان الله وأمن، مع تمنياتي لي ولكم بالنجاح والتوفيق.